بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الذره، هنشويها على عين البوتاجاز. قبل ما ابدا في دعوه اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتابعوا القناه، وربنا يوفق الجميع. ممكن لو سمحتوا تعملوا بس تدوسوا لايك، ولو اول مره تخشوا القناه اعملوا اشتراك، ممكن تستفيدوا من القناه. بص يا ستي، احنا بنجيب الذره اهي، هنشغل العين ماشي بالمنظر ده. طبعا دي اسهل طريقه لشوي الذره. انا ولا بحطها في الفرن من جوه ولا بعمل حاجه، انا بس بحطها على عين البوتاجاز كده، وكل شويه ايه، بصوا بقلبها اهي المنظر ده، شايفين؟ اسهل طريقه بجد، بتبقى طعمها حلو جدا والريحه جميله جدا. طول ما انت واقفه بقى تقلبي ماشي. طبعا بحب اوريكم كل حاجه بعملها في البيت بطريقه سهله للبنات المبتدئين، بدل ما يروحوا يشتروا من بره. انا ما بشتريش الذره من بره خالص، غير بجيبها واقشرها واشويها انا في البيت. المنظر ده كده شايفين؟ وتقعدي بقى تقلبي كده. طبعا انت بتخلي الايه اللي هي اللي قدام دي عشان تمسكي بيها. طول ما انت واقفه بقى تقلبي ماشي. سامعين الطقطقه؟ بجد سهله جدا، ولا تعملي دخانه ولا اي حاجه وتشويها، ولا يعني قصدي ما تحطهاش في الفرن، هي كده اسهل حاجه. وممكن تعملي كذا واحده يعني وانت واقفه اهو المنظر ده كده، بس وانت واقفه كده تقلبيها. هخلص بقى، نيجي بقى كده خلصناها اهي ما شاء الله، شايفين اهي؟ بقول لك لو معاكي كام واحده يعني 10 15 تعمليهم على طول وانت واقفه، شايفه ما شاء الله اهي، وبألف هنا وشفا.